ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معلش بقى يوم حر وبكلمكم انا بره. فالدنيا مبهدله مع الواحد شويه. يوم سعيد عليكم يا رب. معاكم محمود. انا بكلمكم النهارده بخصوص الماتش بتاع امبارح، طبعا بتاع ليفربول ونيوكاسل. انا مش عارف ايه اللي بيعمله الاستاذ ارن سلوت. يعني انا مش عارف ده فاكر نفسه فيلسوف ولا فاكر نفسه بيعمل ايه. سوبوسلاي ازاي يلعب باك يمين وكان ثغره كبيره. كيركز نفس الموضوع، بقى له فتره ما بيأديش بشكل كويس. طيب ماشي، في مشكله عندك في خط الدفاع، حاول تحلها. مش تقوم راح مش قلبني حل خط النص، نزل لي جارفنبرخ وجونز وسوبوسلاي يلعب باك يمين. يا اخي ماكاليستر مش هينفع يلعب، طلع كورس جونز ونزل سوبوسلاي وعندك كونر بارات لبره. انا مش فاهم في ايه، ده اختراع ده ولا ايه كوره؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهمه لغايه دلوقتي هو بيعمل ايه اصلا. لا في تشكيله ثابته، ولا في تشكيله واضحه، ماشي، ولا في اداء زي الزفت. كل الفوزين اللي حصلوا والاهداف اللي جت كلها هي ما هي الا عباره عن مهارات فرديه اللعيبه، هي امكانيات فرديه اللعيبه هي اللي خلصت الماتش. غير كده مفيش اي حاجه خالص حصلت. طب احنا دلوقتي نعمل ايه دلوقتي؟ حال جماهير ليفربول هيبقى ايه؟ يعني احنا انتهينا في الغباء ده لمده طويله. مفيش اي نوع من انواع التفكير. يا عم انت مش جوارديولا، يا عم العب بيزك. انت جاي تفلسف هنا؟ ده مش دوري الفلاسفه، انت مش هناك بتدرب تلعب اخك اياكس ولا ايندهوفن. دول اللي هتنافسهم. انت عندك هنا حيتان، اي فرقه ممكن تكسبك في اي وقت. الاخير في الدوري ممكن يكسبك. يا تلعب مظبوط يا اما يا اما تريح دماغنا بقى وما تشيلناش تشكيله زي الزفت، خصوصا في خط النص وخط الدفاع. انا ما اقدرش احكم على سوسلا اقول له ان انت ما عملتش شغلك بشكل كويس. ازاي هو بيلعب في مركز مش مركزه؟ كورتس جونسون دفع بيه من اول الماتش ليه؟ انا عندي خط وسط قدامي تيران موجوده بتجري في قلب الملعب. يعني مجموعه خط نص نيوكاسل مجموعه ثلاثه شغل بدني عالي، الثلاثه اقوياء بدنيا، الثلاثه اقوياء في الالتحامات، الثلاثه اقوياء في التدخلات وكل شيء، واقوياء خط نص ديفندر ثلاثه قافلين خط النص. انا العب عليهم ازاي اصلا بالاثنين اللي موجودين دول؟ مش كفايه ان انا هلعب عليهم باثنين، احط كرافنبرخ وجنبه كورتس جونز؟ في ايه يابا؟ ده انت لو حطيت اندو كان ارحم. وتلعب ببرادلي باك يمين. ما انت عندك باك يمين بيلعب باك يمين اساسي، ما فيهوش اي تغيير. ده هو وظيفته، هو مركزه ده. ليه اخترع؟ تاني حاجه بالنسبه لنيوكاسل، شابوه برافو عليه. فريق، مدرب، لعب صح، قرا الفريق اللي قدامه صح، نزل تشكيله على هذا الاساس، ضغط في اول الماتش. بعد كده المهارات الفرديه لفريق ليفربول هي اللي حسمت الموضوع وجابت الجون. بعد كده برضه المهاره الفرديه هي اللي حسمت الموضوع ودي جابت الجون الثاني مع الطرد اللعيب بتاعهم جوردن. هو طرد ما كانش له لازمه، يعني هي فاول ما كانش لها لازمه في التدخل بالمنظر ده غباء من اللعيب يعني. تمام، انت فاقد مهاجم المفروض اللي هو مركز مهاجم او بيلعب في الهجوم، عندك فاقد لعيب بتلعب ناقص، وانت والخصمك غلبك 2-0 ماشي وتتعادل معاه. لا برافو. ويجي الجون الاخير برضه مهاره فرديه، معلش، ريو جابها بمهاره فرديه. محمد صلاح ماشي والتفويته والجون. هو التاني مع مهاره فرديه لعيبه، اللي هيفوت عشان خاطر يفضل اللي جاي وراه فاضي، واللي فاضي حطها بشكل حلو في الجون. طب انا دلوقتي انا تنين يعتمد امتى على المهارات الفرديه بتاع اللعيبه؟ هنوصل لمرحله المهاره الفرديه دي مش هتوصل، مش هتقدر تنفذ لي المطلوب. انا فين شغلي كمدرب؟ فين تشكيلتي؟ حتى التغييرات زباله. انا مش عارف اقول ايه والله العظيم. ربنا يكون في عوننا، ونقول هننافس وعندنا امل ان احنا ننافس. احنا عندنا فرقه وعندنا تشكيله كويسه وعندنا سكواد كويس. عندنا سكواد كويس. طيب هنعتمد امتى على السكواد ده؟ بنلعب اللعيبه في مركزها ونلعب اللعيبه بتشكيل صح، ونحط تشكيله صح عشان خاطر نأدي بشكل صح. حط لي يا عم تشكيله صح، ولو ما ادوش انت ساعتها هتفلسف براحتك زي ما انت عايز. مش من اول ماتش عمال تتفلسف. نيوكاسل من الاخر عمل ماتش عالمي زي ما بورنموث عمل ماتش عالمي على ليفربول، وما تعلمناش من اخطائنا.
زي ما كريستال بالاس عمل ماتش عالمي على ليفربول. هنتنين احنا ماشيين كده بنكسب في اخر دقيقه بدون اداء؟ فرقه ما بتأديش وفرقه أدت. اللي بتأدي خسرت، واللي ما بتأديش اصلا كسبت عشان عندها كواليتي لعيبه كويسه. ده الحوار وما فيه. ده ماتش امبارح. ارجو بس دعمكم ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل النهارده في فيديو نتكلم فيه على الجوله ونتكلم فيه في كل حاجه. انا بس حبيت اعبر عن رايي انا في الماتش بتاع امبارح. لولا الطرد زي ما انا قلت لحضرتكم، ولولا المهارات الفرديه ما كانش ليفربول قدر يكسب. اشوفكم على خير ان شاء الله. ارجو بس الدعم والمشاركه والاشتراك في قناه اليوتيوب اللي موجوده على اللينك تحت في البايو. سلام.